سلام، في هاد لا فيديو غنوجدو البريوات ديال الكاوكاو. انا هنا خديت كيلو ديال الكاوكاو، خديت هاد الكبير اللي بالقشره، تقدروا تاخدوا اللي بلا قشره. المهم غنسلقوه شويه مع طريفه ديال الحامض والروح ديال اللوز باش كيعطي بحال المذاق ديال اللوز. المهم كنفسخو داك الكاوكاو وكنديرو في لاطه اللي كتدخل الفران، كنلبسوه بشويه ديال الزيت وكندخلوه للفران. ما كنحمروش الكاوكاو ديالنا بزاف، كنخليوه مذهب. من بعد كنقسمو داك الكمية على 3 تلوث. غنقبضوه وغنطحنوه مع 2 كيسان ديال السكر سنيدة، ما يعادل 200 غرام ديال السكر سنيدة. كنطحنوه مزيان حتى كيولي حقده. والثلثين الاخرين غنهرمشوهم مزيان. من بعد كنجمعوا داك العقده مع داك الكاوكاو اللي مهرمش، كنجمعوهم وكنزيدو معلقه ديال القرفه، شويه ديال المسكه الحره، واحد القطيره ديال الروح ديال الزهر، وكنجمعوه بالزبده. هنا عندنا ما بين 150 غرام حتى 200 غرام ديال الزبده حيوانيه، ما كنجمعوش بما زهر، كنجمعوه بالزبده. كنعجنو داك العقده ديالنا مزيان. من بعد كنديروها كويرات وكنخليوها على جنب باش ندوزو نوجدو الورقه. كناخدو داك الكميه ديال الورقه ديالنا وكنحيدو داك الجناب باش كنقادو الورقه. ومن بعد كنقطعوهم الاشرطه اللي يكونوا متساويين باش كيجيونا البريوات في حجم واحد. كناخدو هاد الاشرطه هادو كنديرهم في بلاستيكه باش ما كيضربهمش البرد. نديرو واحد الكميه من الاشرطه ونديرو فيها هذاك العقده باش تسهل علينا الخدمه. بالنسبه للطويه ديال البريوات، المهم حنا كنطويو في البريوه ديالنا وحنا كنثبتوه في الجناب. من بعد كنلصقوه بالطحين والماء كيف ما كتشوفوه هنايا. انا كنطوي في داك البريوه وانا كنثبت في الجناب، وفي نفس الوقت كنبقى نوزع في داك الحشوه اللي عندي لداخل، كنوزعها على البريوه كامله باش كتجي في العضه، كتجي داك العقده ماشي غير الوسط، كتجي في البريوه كامله. ما نزيروهاش بزاف باش ما تطرطقش، وفي نفس الوقت ما نعمروهاش بزاف بداك العقده. دوك نديرو واحد الكميه قليله من العقده، ما نديروش بزاف باش نتفاداو انها تطرطق لينا في القلي. المهم كنلصقوها بالطحين وبالماء. البريوات ديالنا ملي كنساليوهم كنخليوهم يرتاحوا. انا هنا راه درتهم في الليل وحتى لغد ليه عاد قليتهم، قد ما ارتاحوا كينشفوا وكيجيو حسن.
دونك خليوهم ينشفوا عاد تقليوهم، ما تقليوهمش في داك الساعة. بالنسبة للمحنشات، هاد المحنشات الصغار، الورقة كنقسموها على 4 على شكل مثلثات، كنديرو داك الحشوة ديالنا كنطويو، في التالي كنلصقو دائمًا بالماء والطحين، كنبداو نطويوها على الشكل هذا باش كنحصلو على محنشات صغار. هكذا كنكونو كنوعو شوية البريوات، شوية ديال المحنشات، وحتى هُما كنخليوهم حتى كينشفو عاد كنقليوهم. بالنسبة للزيت ديال القلي نسخنو الزيت مزيان، ومني كنبغيو نقليوهم كنقصو من العافية وكنقليوهم في على نار متوسطة باش ما كيتخطفوش لينا، وحنا كنقليوهم كنبداو نقلبو فيهم باش كتدخلهم داك الطياب حتى من الداخل، ماشي كيجيو مقرمشين من برا ومن الداخل ما كيجيوش طايبين. المهم ما تجهدوش عليهم من العافية باش ما يتخطفوش ليكم ويطيبوا غير من برا. نقصوا العافية وبقاو كتقلبوا فيهم. انا هنا راه حمرتهم شويه باش كيجيو طايبين حتى من الداخل. وبالنسبه للمحنشات دخلتهم الفران، دهنتهم شويه ديال الزبده ودخلتهم الفران. بعد كنصفيو البريوات ديالنا وكنطفيوهم في العسل اللي تكون بارده. هكذا كنكونوا وجدنا البريوات. هاد البريوات ديال الكاوكاو كيجيو اقتصاديين وكيعطيو واحد الكميه كبيره. كيلو ديال الكاوكاو كتعطيكم 2 كيلو ديال البريوات. والورقه راه كنحتاجو ما بين كيلو وربعة حتى الكيلو ونص على حسب الحجم ديال البريوه. كنتمنى لا فيديو تعجبكم وشكرا على المشاهده ديالكم.